السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابنا، التسبيح والمشي أخصم نصف ساعة من 24 ساعة هذه للتسبيح والمشي. وأنت المشاؤون يا إخوة، هذا المشاؤون الفلاسفة من عهد أرسطو كانوا يمشون ويدرسون، لأن المشي هذا هو من أعظم ما يحافظ على الصحة. يقول أحد الأطباء: من ترك المشي تركه المشي. يعني بعد فترة إذا تركت أنت المشي ما تستطيع تمشي، تصبح عاجزا تماما، تبحث عن المشي. لا يوميا نصف ساعة من المشي مع التسبيح. لا تتصل بموبايل، لا تشتغل بشيء آخر، مشي وتسبيح نصف ساعة، لابد تخصمها. نصف ساعة من التسبيح والمشي تعيد لك همتك وصحتك ونشاطك وتأملك وتدبرك. 30 دقيقة لابد. وتسبح. قرأت لأحد الأطباء أن أكثر الأمراض من عدم المشي، الآن الضغط والسكري وغيره، لعدم الحركة، عدم النشاط. كثير من الناس لا يتحرك. كان طه حسين يملي كتبه كلها على كاتبه، كان أعمى طبعا وهو يمشي، فاستفاد صحة واستفاد أن ألف كتبا. حتى لو لم تجد أن تمشي إلا في مجلسك أو غرفتك أو صالتك، لا تترك المشي أبدا، أقل شيء نصف ساعة مع التسبيح طبعا. الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري يقول: لا أراجع أنا القرآن إلا وأنا أمشي، فأستفيد يعني استعادة القرآن والتدبر والتأمل مع المشي. في مذكرات نيلسون مانديلا سجن 27 سنة، ومع ذلك كان يمشي في الزنزانة في مكان يراوح مكانه ساعتين في اليوم، خرج نشيطا معافى. أنا سافرت إلى لانجو شرق الصين، وإذا عندهم نشاط وقوة وقلة سمنة، ما في سمنة، قالوا بسبب المشي المستمر، الحركة الدائمة. سوف تندم إذا لم تحافظ على رياضة المشي. نعمة المشي هذه حافظ عليها، سوف تبحث عنها بعدين ما تجدها، تذهب منك، ما تستطيع. كثير من الأمراض، القلق، الكآبة، الحزن، الهم، الغم، السمنة، الضغط، السكري، بعدم المشي. امشوا يا عباد الله وسبحوا، امشوا وسبحوا. لقيت في حياتي رجل جاوز 100 صحيحا معافى، لا يعرف المستشفيات، قال بسبب الحركة الدائمة، المشي. قليلا يستخدم السيارة، كثير الحركة. جرب في نصف ساعة تمشي وتقول سبحان الله سبحان الله، سوف تقولها 3000 مرة، 3000 مرة وأن تمشي. لا تتصل، لا تشتغل بشيء آخر، تسبيح ومشي. حتى لو كنت مكانك وأن تمشي تروح مكانك، هذه رياضة، هذه رياضة مع التسبيح. انتبهوا. شكرا لكم، تقبل الله مني ومنكم، أحبكم في الله.